خليو دير لي زونو ماشي كيوي المعاشرة مجموعة من التدخل باش نشدو الاخر بدا البارح نعم صافي محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة والي شهاب السوسماسة عامل عمالة أكادير إدارة تمام، السادة أعضاء السلك القضائي، السادة ضباط السامون للقوات العسكرية والأمنية، السادة المنتخبون، السادة رؤساء المصالح الخارجية، أيها الحضور الكريم، نشكركم على تلبيتكم الدعوة لمشاركة أسرة الأب الوطني بأكادير احتفال هذه الذكرى الستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وخير ما نفتتح به جمعنا هذا تلاوة آيات من الذكر الحكيم نرتلها على مسامعنا المقرئ السيد إبراهيم كابوس، إمام وخطيب مسجد الإمام مالك بحي بوردان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
السيدة والي الجهة التفضل بتسليم الشهادات التقديرية وبعض الهدايا الرمزية لمتقاعدي ولاية أكادير برسم سنة 2015. الذي بالمناسبة على المتقاعدين عبد العالي القرش عميد الشرطة الممتاز ليتسلمها من السيدة والي الجهة. عبد الأخلة عميد الشرطة الممتاز ويتسلمها من السيدة. الدور هنا يلا بسم الله. سيد ولي الأمر. عندنا مصورين. رئيس المجلس العلمي. هو الأمن الروحي. الأمن الروحي. أسبق. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تنصر أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس. اللهم بارك يا رب في عمره، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه لخير واع عليه، اللهم احفظه يا رب في حله وترحاله، اللهم توجه يا رب بتاج القبول. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعله مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر.
اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تريه في حياته بركة القرآن وأنوار القرآن وأسرار القرآن أينما حل وارتحل برحمتك يا إله الأولين والآخرين. اللهم احفظه يا رب في ولي عهده مولاي الحسن، وفي صلوه السعيد مولاي رشيد، وفي جميع الأسرة الملكية الشريفة إنك على كل شيء قدير. اللهم تغمد برحمتك الواسعة الملكين الراحلين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما، اللهم أكرم مثواهما، اللهم اجعل يا رب قبريهما روضة من رياض الجنة. اللهم أنزل يا رب على قبريهما الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا إله الأولين والآخرين. اللهم اجعل يا رب وجوههما من الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم أكرمهما يا رب بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا إله الأولين والآخرين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل هذا الوطن. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم اسع مدخلهم، اللهم اغسل بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تديم علينا في بلدنا المغرب نعمة الأمن والأمان. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم أدم علينا نعمة الاستقرار والاطمئنان، اللهم أدم علينا نعمة القرآن، اللهم أدم علينا نعمك وآلاءك برحمتك يا إله الأولين والآخرين. اللهم احفظ بلدنا المغرب من كيد الكائدين ومن شر الحاسدين ومن مكر الماكرين برحمتك يا إله الأولين والآخرين. أسرة الأمن الوطني هذه الأسرة الطيبة التي تستحق منا كل تقدير واحترام وتعظيم، وتستحق منا الدعاء في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظهم جميعا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبارك في أعمارهم وفي أرزاقهم وفي ذريتهم وفي جميع حركاتهم وسكناتهم. اللهم اجعلهم من الآمنين في الدنيا والآخرة برحمتك يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.